هكمل تقديري لمدارس المحشي بالذات في تركيا والشام. إذا كان الضلمة في تركيا والصرمة المحشي ورق العنب هما بيعملوه بارد، بس المحشي المصري له حضور تاني خالص، وهو طالع من الحلة بالبخار بتاعه بيودينا في حتة تانية، بيحسسنا بسعادة بمجرد ما بنشم ريحته أصلا وهو على النار. بس ده ما يمنعش رغم حبي للوصفات المصرية إن أنا أحرف فيها. نضفت ورق العنب وسلقته وبنجهز الخلطة. أنا بدأت إن أنا غسلت الخضرة طبعا كويس جدا وصفيتها وحطيت لها طماطم، معلقتين بابريكا من اللي أنا عاملاها، وسان درايد توميتو معمولة في عصير الطماطم، يعني أنا حطها في عصير الطماطم تتضرب، وحاطة كمان معلقتين تقريبا طماطم باودر اللي احنا كنا برضو مجففينها قبل كده وطحنينها، وبصلة بقى قطعتها ناعم جدا، هي بصلة واحدة وسط، وانا بقطعها لان انا مش عايزاها تنزل مية، انا عايزاها تبقى محتفظة بميتها جواها. قطعتها تقطيع ناعم جدا، وبعد كده ضفتها على الخلطة بتاعتنا بتاعت المحشي وقلبتها كويس، وحطيت لها 3/4 كوباية زيت نباتي، وطبعا ملح وفلفل وبهار. بعد كده حطيت نص ليمونة على خلطة المحشي. انا عارفة ان محدش بيحط ليمونة على الخلطة، بس جربوها مش هتندموا، هي اول مرة جت معايا صدفة، نسيت وانا بعمل خلطة المحشي وحطيت عليها نص ليمونة، بس الصراحة لقيت طعم حلو فبقيت يعني اعتمدت الموضوع ده. اهم حاجة بقى في بقية الحاجات اللي هتتحشى البتنجان والفلفل، ان انا حطيت مية وحطيت فيها معلقتين كبار ملح، وحطيت فيها ليمونة كبيرة او ليمونتين صغيرين. وقبل ما احشي الحاجة على طول انا بشطفهم بالمحلول الملحي اللي انا عاملاه ده، وابتدي بعد كده اخده احشي. انا مش بشطفهم تاني بميه حلوه، لا، انا باخد من المحلول الملحي ده وافضي الميه واحشي. بالنسبه للفلفل انا بحط رشه ملح ونقطتين ليمون في كل فلفله، وابتدي احشي عليها الرز. الموضوع ده بيخلي طعم المحشي في حته تانية خالص، يعني ده فعلا ده اللي بيفرق. يعني ناس كتير ما بتحبش الفلفل وما بتحبش البتنجان، بس لما دقيته عندي غيروا فكرتهم عن المحشي. وبعد كده بقى الصلصة اللي فضلت او يعني بقية الخلطة صفيتها كويس من الرز، وخدت حبة الطماطم اللي فضلوا دول وحطيت عليهم شوية مية مغلية، وحطيت عليهم نص معلقة ملح او معلقة ملح على حسب الملح بتاعكم، وليمونة معصورة، وحطيتهم على المحشي بتاعنا ودخلته الفرن استوى. في نص التسوية بحط له سمنة او زبدة، مش عايزه اقول لكم الريحه عامله ازاي. بصوا، اصلا سيليا دي الكلبه بتاعت اختي بتجيلنا في الويك اند، قاعده خلاص يعني الست مش مستحمله خالص ان هي تشم ريحه المحشي، فهتاكلنا تقريبا. هي بتيجي تحقق احلامها عندنا.